واحدة تعمل حادثة هي وجوزها وتروح تدفنه في مقابر العيلة زي ما جوزها كان موصيها، تكتشف إن عيلته وراها بلاوي وفوق ده كله بيطلبوا منها طلب غريب ما كانش يخطر على بالها، ولما فكرت إن هي تهرب وقعت في مصيبة أكبر. ولو عايزين تعرفوا إيه العيلة دي وإيه حكايتها وإيه المصيبة اللي هي وقعت فيها تابعوني وأنا هحكي لكم على كل حاجة. وبتبتدي قصتنا ببنت اسمها عليا، وعليا نازلة من الطيارة هي وابنها ورايحة في المدينة اللي جوزها كان عايش فيها، رايحة تدفنه وتاخد بعضها وترجع على طول. وبيكون جوزها موصيها قبل ما يموت ان هي تدفنه في مدافن العيله، وهي عملت بالوصيه، وبيكون سبب موت جوزها ان هي كانت سايقه العربيه وعملت حادثه ومات، فنفذت وصيته وجت المدينه عشان خاطر تدفنه. بس المشكله ان هي اول ما بتنزل ما بتلاقيش اي حد من عيله جوزها مستقبلها، وزي ما يكون كلهم فص ملح وداب، وبتكون مستغربه هو ليه ما فيش حد موجود ان هو يستقبلني، وبتكون متضايقه قوي وشايفه ان دي قله ذوق. يعني حتى لو انتم مش عاملين احترام ليا اعملوا احترام لجثمان اخوكم، انا جايباه معايا، على الاقل تعالوا استقبلوه. وبتكون منفعله ومتغضبانه من قله ذوقهم، وبتحاول تتصل باخوه جيهان وتشوفه ما جاش ليه ولا اتاخر ليه ولا ايه اللي مأخره ده، بس اخوه ما بيردش عليها، ولما بتفضل ترن كتير بيفتح عليها التليفون ويقول لها انا مش فاضي وبيقفل السكه في وشها. وبتتغاظ اكتر عاليه وبتكون مستغربه ايه العيله دي، ده انا اول مره اشوفهم، ايه المعامله دي وليه بيعاملوني كده، وما بتكونش فاهمه ايه طريقتهم المستفزه دي. اما جيهان هو فعلا ما بيكونش فاضي، بيكون بيجري ورا شخص وبيكون ناوي ان هو يقتله، وبيكون الشخص اللي هو بيجري وراه ده جيهان متهمه ان هو اللي قتل اخوه، فعايز يقتله وياخد حق اخوه. والشخص ده بيكون اسمه ديميت، وبتكون شخصيته بارده ومستفزه، ومش همه خالص ان هم متهمينه ان هو اللي قتل اخوه، وعاوز يثبتها على نفسه، ومش همه اصلا كلام جيهان ولا تهديده، وكل اللي بيفكر فيه ان هو يقول له ان انا اللي قتلته، ولو كان عايش هقتله الف مره. وما تنساش ان هو قتل كبير العيله بتاعنا وهرب وما عرفناش نوصل له، فانا دورت وعرفت مكانه وخلصت منه. وبيكون اخو جيهان قتل كبير العيله بتاعهم، وهم عايزين ياخدوا طارهم منه وعايزين يقتلوه باي شكل. واخو جيهان بعد ما قتل كبير العيله بتاعها هرب على كندا واتجوز عليا هناك، وعاليه ما تعرفش اي حاجه عن تاريخ عيلته ولا تعرف حتى ان هو هربان، ودي بيدور عليه كتير وفي كل مره ما بيعرفش يوصل له. ولما جاله خبر ان هو مات حب يثبتها على نفسه ويقول ان هو اللي خلص منه، وما نعرفش اذا كان هو بيقول كده بصحيح ولا بيكلم الكلام ده كله عشان خاطر يثبت قدام الكل ان هو اللي قتله. وبيكمل كلامه الجهاد وبيعرفه ان انا قتلته واللي عندك اعمله. وجيهان بيتغاظ منه اكتر وبيكون عاوز يقتله ويخلص منه، وبيجي شخص تاني وبيكون قريب ديميت وبيخلصه من تحت ايد جيهان، وبيقول ان هو بيتكلم كده وخلاص عشان يغيظك ويستفزك وان هو ما عملش حاجه، وهو اصلا ما يعرفش اخوك مستخبي فين، وبيحاول ان هو يسلك ما بينهم، وبيقول ان ديميت انت عارف ان هو عايز يخلص من اخوك من زمان، بس هو فعلا ما يعرفش مكانه فين. وبيحس جيهان ان كلامه صح لان هو اصلا ما كانش يعرف اخوه كان مستخبي فين، فبيقتنع شويه بكلامه وبيكلم ديميت وبيهدده وبيقول له ان انا هسيبك دلوقتي، بس لو عرفت ان انت اللي قتلت اخويا او حتى جيت جنبه او سلطت عليه حد صدقني مش هسيبك، وقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. وبيروح لعاليه، وعاليه بتستقبله استقبال ما يعلم بيه الا ربنا، وبتعرفه ان انت قليل الذوق وانتوا عيله ايه انتوا، ازاي تسيبوا اخوكوا كده من غير ما حد فيكم يجي يشوفه او حتى من غير ما يكون معاه، انا عمري ما شفت عيله بالشكل ده. وجيهان بيحاول ان هو يمتص غضبها وبيعرفها ان انت ليكي حق بس انا عندي ظروف وبعدين هتعرفيها. وبتكون عاليه اصلا شايفه ان كلامه ده متخلف وان هو قليل الذوق وما عندوش انتماء لاخوه، بمعنى اصح ان اول لقاء ما بينهم ما بيكونش احسن حاجه. وجيهان بيسلم على ابنها وبيبوسه وبيقول له ازيك يا جيهان عامل ايه، فبتقول له اسمه دينيس، فهو بيقول لها لا اسمه جيهان، ابوه مسميه على اسمي جيهان، فبيعرفها ان احنا هنا مش هنناديله غير جيهان وان هو غالي علينا وان انا مش هخش في جدال معاكي كتير. وبتكون عاليه متغاظه قوي من طريقتهم المستفزه وعايزه تدفن جوزها وتاخد بعضها وتروح، وجيهان بيعرفها ان الدفنه هتكون بكره وان انت لازم تروحي معانا على بيتنا، فبتعرفوا ان انا مش عايزه اروح معاكم وان انا هروح اقعد في الفون، بس هو بيقول لها ان ما يصحش لازم تكوني جنب جثمان جوزك وما ينفعش ان انت تسيبيه، وغير كده جيهان لازم يتعرف على عيلته، ازاي هيجي لحد هنا وما يشوفش عيلته يعني. فبتضطر عاليه ان هي تروح معاه وهي اصلا ما بتكونش عايزه تقعد ابدا وعايزه تاخد بعضها وتمشي، بس مستنيه بعد الجنازه، ومتغاظه اكتر ان هو بينادي على ابنها جيهان وهو اسمه دنيس، وبيكونش عاجبها اصلا اسم جيهان ده. وبتروح معاه وبتتفاجئ من المكان وايه القصر الكبير ده وايه الحراسه دي كلها وليه كل واحد معاه سلاح، وبتكون مستغربه من كميه الناس اللي موجوده من كميه الاسلحه اللي هي شايفاها. وبتروح عشان خاطر تسلم على مامة جيهان اللي هي حماتها يعني، وبتكون حماتها بتعيط على موت ابنها، وجيهان بيديها دنيس وبيحضن وبتفضل تعيط، وبتيجي عاليه تسلم عليها بس هي ما بترضاش تسلم عليها، تكلمها وعينيها كلها الهام ليها وبتعرفها ان انت السبب في موت ابني، فهي بتحاول تدافع عن نفسها وبتعرفها ان دي حادثه وقضاء وقدر، ازاي انا هتسبب في موت جوزي وازاي اصلا انت تتهميني اتهام زي ده. وبتكون الجده كلها شر وكره العاليه، وبتعرفها اكيد اتعاونش مع اعدائنا وشوفي دفعوا لي كام عشان خاطر تبيعي ابني، ومش معنى انت وابنك اللي تطلعوا من الحادثه سلام وابني هو اللي يموت فيها، اكيد الحادثه دي مدبره. فبتكون عاليه مستغربه من كلامها وازاي تتهميني بحاجه زي كده وبتكون جايه تدافع عن نفسها، بس جيهان بيتدخل وبيعرفها ان عاليه ما تعرفش اي حاجه وما تعرفش اي حاجه عن عيله بيبيروس، وعيله بيبيروس هي عيله دميت اللي اخو جيهان قتل الكبير بتاعهم. تبقوا بس معايا على الخط. وبيكمل جيهان كلامه وبيقول لها ان هي كمان ما تعرفش اي حاجه
حاجة من اللي أخويا عملها، وإن هو ما حكالهاش أي حاجة، فبتستغرب الجدة شوية وبتحاول إن هي تعدّي الموضوع، بس من جواها مش مقتنعة وشايفة إن عالية ورا كل النصايب اللي حصلت لابنها ومش مرتاحة لها، وبتنزل تشوف جثمان ابنها وبتتأثر شوية، بس بتكلم كل الرجالة اللي حوالين منها وبتقول لهم إن إحنا لازم نجيب حق ابني، وإن إحنا لازم نقتل اللي قتلوه وناخد حقه ودمه ما يروحش هدر، وأكيد عيلة بيبي روس هم اللي عملوا فيه كده، وإن إحنا لازم نخلص عليهم واحد واحد وما نسيبش واحد فيهم عايش. والرجالة بيضربوا رصاص في الهوا تحية لكلامها، وكل دوت وعالية بتكون شايفاه وبتكون حرفيا مرعوبة ومصدومة من اللي هي بتشوفه، إيه ده وإيه الناس دي؟ وبتكلم عزت، وعزت ده بيكون جاي معاها من كندا وبيكون صديق شخصي لجوزها وفي نفس الوقت المحامي بتاعها، وبتقول له إن أنا مش هينفع أقعد هنا خالص، أنا مرعوبة قوي من الناس دي، أنت تحجز لي عندك في الفندق وهاجي لك أنا وابني وحاول تشوف لي إيه العيلة دي وإيه وضعها، أنا مرعوبة هنا. وعزت بيعرفها إن هو هيسأل عنهم لإن هو كمان مش متطمن، وهاحجز لك في الفندق وهاستناك، وبتاخد ابنها وبتروح عشان خاطر تمشي، فبيشوفها جيهان فبيقول لها أنتِ رايحة فين؟ فبتقول له أنا هاقعد في الفندق وهاجي بكرة على الجنازة، لإني بصراحة متوترة من الجو اللي هنا، وبصراحة كمان مش مرتاحة لمامتك، حاسة إن هي ممكن تعمل فيّا حاجة وأنا مرعوبة. فبيقول لها أنتِ هتقعدي هنا معززة مكرمة وما فيش حد هييجي جنبِك ولا هيكلمِك، وفي نفس الوقت أنتِ إزاي هتروحي تقعدي في فندق مع راجل غريب؟ فبتقول له ده مش غريب ده عزة، قال لها وإيه يعني عزة؟ ما ينفعش تكون واحدة من عيلتنا تقعد في فندق مع واحد غريب وهتقعدي هنا. فتضطر عالية إن هي تسمع كلامه ومش عارفة آخرة اللي بيحصل ده إيه، والجدة واحدة من الخدم بتروح لها وبتعرفها إن عالية كانت عايزة تمشي بس جيهان بيوقفها وما رضاش يخليها تمشي، فالجدة بتتغاظ من جيهان وبتكلمه وبتقول له ما كنت تسيبها تمشي ولا تغور في داهية، احنا مالنا ومالها دي، وهات حفيدي منها وسيبها تمشي زي ما هي عايزة. فجيهان بيقول لها ازاي يعني هعمل زي كده، دي امه ازاي هحرمه من امه؟ قالت له هو ابننا يتربى في حضننا واحنا هنعلموه ان هو يعيش من غيرها، واتصرف يا جيهان وهات لي حفيدي منها، انا متأكدة ان هي ورا كل اللي بيحصل ده وان هي السبب في موت ابني. فجيهان يا عيني بيحاول يدافع عنها وبيقول لها اكيد انت فاهمه غلط، مش معقول هي تكون هي السبب وهي هتعرف ازاي توصل لعيله بيبي روزي. اللي بقول لك ايه يا جيهان، انت مش عارفك انت بالنسوان وعمايلها، انا ادرى بيهم، دول بيتلونوا زي التعبان، واكيد اخوك اللهبل وقع بالكلام وحكى لها على كل حاجه عن العيله دي وبعته وقبضت الثمن. وجيهان بيحاول يدافع عنها بس الجده لا حياه لمن تنادي، هي شايفاها ان هي اللي ورا موت ابنها، يعني هي اللي وراه وما بتكونش مقتنعه بكلامه ومقتنعه بس ان هي تاخد حفيدها وتغورها في داهيه. وجيهان محتار ومش عارف يعمل ايه، اما عليا بيتصل بيها عزت وبيعرفها على التاريخ العيلة الأسود وبيقول لها إن العيلة ديّة شغالة في تجارة الأسلحة، وعمهم قتل ضابط ومسجون بتهمة قتل ضابط وبتهمة تهريب السلاح، وبتقول له: "يا نهار أسود، يا نهار أسود! وأنا إيه اللي قعّدني في وسط العيلة دي؟ لا، 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 أنا لازم أمشي." وبتكون خايفة ومرعوبة منهم، وبتروح لجيهان وبتقول له: "أنتم مين أنتم؟ وإيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ أنتم شغالين في تهريب السلاح، أنتم إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ وعمكم مسجون وقتل ضابط، مش معقول، أنا لازم أمشي، يعني مش ممكن أقعد في وسطكم، أنا مرعوبة، أنا خايفة على ابني ومش متطمنة أبدًا على ابني معاكم، أنا لازم آخده وأمشي." وجيهان بيحاول يهدّي فيها ويعرف منها أنتِ جبتِ المعلومات دي منين، بس بتيجي الجدة وبتقول لها: "لو عايزة تمشي، امشي، الباب يفوّت جمل، بس ابننا هتسيبيه هنا." قالت لها: "ابنكم اللي هو مين؟ ابني؟" قالت لها: "آه يا حبيبتي، هتسيبيه قبل ما تمشي، دي أمانة ابني وأنا اللي هاربيه وما لكيش دعوة بيه، واتفضلي امشي يالّا مع السلامة." وعالية بتتجن من كلامها وبتقول لها: "إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ ده أنا يوم ما تاخدي ابني مني هيكون على جثتي إنِّك تاخديه مني، أنا يوم ما هامشي هتبقى رجلي على رجل ابني ومش ممكن أسيبه." قالت لها: "خلاص براحتك وورّيني بقى هتخرجي بيه من هنا إزاي." وعالية بترد عليها وبتقول لها بعصبية: "مش معقول إيه اللي أنتم فيه ده؟ أنتم مرة تتهموني إن أنا اللي قتلت جوزي، ومرة تانية عايزين تاخدوا مني ابني، واكتشف إن أنتم عصابة عشان شغالين في تجارة الأسلحة، لا، لا، لأ، أنا لازم أمشي." فجيهان بيعرّفها إن أنتِ مش ممكن تمشي من هنا، ولو مشيتِ هتمشي طبعًا من غير ابنِك، ومش هتعرفي تاخديه من هنا، والرجالة اللي برّه مش هيسيبوكِ إنِّك أنتِ تضطر تسكت عالية، كل اللي شاغل بالها دلوقتي إن هي إزاي تهرب من المكان ده. وتاني يوم بتكون دفنة جوزها، وبييجي عم جيهان، وعمه بيكون واخد إذن إن هو يروح يدفن ابن أخوه ويرجع تاني السجن، وفي الدفنة بينهار جامد جدًا وبيكلم جيهان وهو منفعل وبيقول له: "إزاي ما خدتش بالك من أخوك يا جيهان؟ إزاي ما حافظتش عليه؟ ده مات في عز شبابه." وبيكون منهار جدًا بشكل مبالغ فيه، ولمّا بيشوف خال جيهان بينفعل عليه وبيتعصب وبيقول له وهو عاوز يروح يضربه: "أنت السبب في اللي أنا فيه دلوقتي، وأنت السبب في سجني، أنت اللي بلغت عني، وأنت اللي قُلت للشرطة إن أنا باهرب في الأسلحة، وإن أنت السبب في سجني، أنت اللي غدرت بيّا وكنت عامل نفسك إن أنت صاحب ليّا وإن أنت خاين." وبيلومه جامد جدًا على خيانته ليه، وبيحاولوا يهدّوا فيه والشرطة بتاخده وبتمشي، وبيبان إن خال جيهان هو اللي بلّغ عنه، واللي خلّاه يعمل كده هي أم جيهان، عشان خاطر هو كان عاوز يعمل كبير العيلة وهي عايزة جيهان هو اللي يكون كبير العيلة، حبِّت تخلص منه وبلّغت عنه ويكون ابنها هو اللي كبير العيلة مش عم جيهان.
وخلصت منه. وعالية بتكون واقفة وشايفة كل اللي بيحصل ده ومش راضية عن أي حاجة بتحصل، وبيجي لها ديميت وهو بيبص لها من فوق لتحت وبيقول لها يعني برار عمل عملته وهرب على كندا واتجوزك انتي، لا ليه حق يهرب. فبتبص له كده باستغراب بتقول له انت مين وايه الكلام اللي انت بتقوله ده وانت ازاي تتكلم على جوزي بالشكل ده. فبيقول لها ايه ده هو ما حكالكيش على اللي عمله قبل ما يمشي. فبتقول له هو عمل ايه وانت مين اصلا. فقال لها انا ديميت بيبيروس، اكيد سمعتي الاسم ده قبل كده. قالت له ايوه انت اللي سببت في قتل جوزي مش كده. قال لها لا مش انا. بيمسك ايديها جامد وهو بيقول لها بس عايزك تعرفي انك هتدعي ربنا ليل ونهار ان يا ريتني كنت انا اللي قتلته ولا اوريك اللي هوريهولك. فبتبص له وهي خايفه وبتقول له سيب ايدي انت ماسك ايدي كده ليه واوعى وانت مجنون وانت ازاي تتكلم معايا بالشكل ده. وبتكون متنرفزه عليه ومش عارفه ليه بيعمل كده ليه وايه اللي وصله للحاله دي. وجيهان بيشوفها وبيجري عليها وبينقذها من ايديه وبتكون الشرطه موجوده هناك وبتتدخل بس بيحاولوا يلموا الدور عشان الشرطه موجوده. بس جهاد بيوجه كلامه ليه وبيقول له وبيهدده لو قربت منها تاني مش هيحصل لك كويس وابعد هنا. وديميت بيضطر يسكت عشان خاطر الشرطه بس غير كده ناوي ان هو يولع الدنيا في بعضها. وجيهان بياخد عليا على جنب وبيقول لها هو عمل لك حاجه ولا قرب منك طمنيني في حاجه حصلت لي. فبتقول له وانت يهمك امري اصلا ما انتوا بتقولوا عليا ان انا اللي قتلت اخوك وجيتوا انقذتني من تحت ايديه. انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه وايه اللي وصله للحاله دي. اكيد انتوا عملتوا له حاجه وعلى العموم انا ماليش دعوه بيكم وبمشاكلكم ارجوك سيبني امشي انا وابني وارحموني من اللي انا فيه ده انا تعبت. فالحربايه اللي اسمها ام دي بتتدخل في كلامه وبتتحشر وبتقول لها ان حفيدي مش هيمشي من انا سبت ابني ان هو يمشي على اساس ان انا اطمن عليه بره بس رجع لي جثه هامه فانا ما عنديش استعداد ان انا اضحي بحفيدي واعدائه يحاولوا ان هم يخلصوا منه بره بس لو عايزه تمشي الباب مفتوح انا مش همسك فيكي. فبتكون مستغرباه ومش قادره تتحمل اللي هي فيه ده. واول ما بتروح البيت على طول بتتصل بعزت وبتقول له انا عايزه امشي النهارده قبل بكره وانا ما فيش حل قدامي غير اني اهرب من هنا. وعزت بيقول لها طب وانت هتعرفي تهربي من هناك ازاي. قالت له ايوه يا عزت هعرف اهرب النهارده اكيد اليوم هيكون زحمه جدا وكل هيكون جاي عشان خاطر يعزي وانا هنتهزها فرصه وههرب على طول من غير ما حد ياخد باله مني ولا من ابني. وعزت بيقول لها طيب تمام وانا هجهز كل حاجه وهاخدك من العربيه وعلى المطار على طول. واتفقوا مع بعض على كده. اثناء ما الدنيا زحمه والكل بيعزي عاليه بتنتهزها فرصه وبتاخد ابنها وبتطلع على اوضتها وبتعرفه ان انت تقعد هنا وما تتحركش من مكانك عشان خاطر انا رايحه اجيب حاجه بسرعه وجايه. وبتكون عاليه رايحه تجيب ملابس من الغرفه بتاعه الخدم عشان تغيرها من غير ما حد ياخد باله وما يشوفهاش وهي ماشيه. وفي الوقت ده ابنها زي فحب يتمشى شويه لحد ما وصل للاوضه اللي هم مخزنين فيها الاسلحه وخد مسدس على اساس ان هو بيلعب بيه وكده يعني ورجع الاوضه. فبتكون عاليه وصلت قبل منه وما لقيتهوش موجود فكانت هتتجن وقعدت تنادي عليه لحد ما وصلت له وقالت له انت كنت فين. فقال لها ان انا كنت في اوضه عمو جيهان ولقيت المسدس ده وجبته. فبتتجن منه وبتقول له الحمد لله ان احنا هنمشي من هنا فانت شويه شويه وهتبقى زيهم. وبتاخد المسدس على اساس انها ترجعه بس بتحس ان مفيش وقت بتحط المسدس في الشنطه وبتغير هدوم ابنها وهدومها وبتنزل هي وابنها في وسط الزحمه ومحدش بيتعرف عليها. وجيهان بيبص عليها ما بيلاقيهاش قاعده في مكانها فبيسال عليها بس بيقولوا له ان شكلها طلعت على اوضتها وبيكون واقف على سطح المبنى فبيشوفها وهي بتجري هي وابنها فبينزل وراها وهي بتركب عربيه عزت وبتبقى عارفه ان جيهان شافها وبتقول له اجري بسرعه قبل ما يحصلنا. وبيجري عزت بالعربيه ويكون وراه جيهان هو والرجاله وطالعين وراها وبيعرفوا يوقفوا العربيه ومن غير اي مقدمات بياخد الولد من غير اي مقدمات بياخد الولد وكانك انت لو عايزه تتوكلي على الله يلا مع السلامه. بتتجن وبتقول له سيب ابني انا بقول لك سيبه. فهو بيقول لها ان انا مش هسيبه ده ابننا وراجع لنا وان انا مش هسيبه له. فبتقول له انا بقول لك سيبه ومش هينفع انك تاخده بس هو ما بيسمع لهاش وبيكون واخد الولا وماشي. فبتتجن وبتبقاش عارفه تملك اعصابها ومش عارفه توقفه فبتطلع المسدس اللي في الشنطه وبتهدده بيه وبتقول له لو انت ما سبتش ابني دلوقتي انا هضربك بالرصاص. فجيهان يا اختي بتحس ان قلبه جامد او عارف ان هي مش هتضرب فبيقرب منها وبيقول لها ان انا مش هسيب لك الولد واللي انت عايزاه اعمليه. فما تعرفيش ما كانتش بتفكر ولا في ايه اللي حصل لها فضربت الطلقه وجت في جيهان والكل كان واقف مستغرب ومش متوقع ان هي ممكن تعمل حاجه زي كده وهي بتكون مش عارفه ايه اللي بيحصل وهم بيحاولوا يسعفوه بيركبوه في العربيه بسرعه عشان خاطر يلحقوه وهي بتضطر ان هي تروح معاهم. يكونوا بلغوا اللي في البيت انه جيهان اتضرب بالرصاص ويحاولوا يتصلوا بالدكتور بسرعه واحنا جايين في السكه واللي ضربته بالرصاص هي عاليه. يا ويلك يا سواد ليلك يا عاليه من البومه حماتك. واول ما بتوصل عاليه ام جيهان بتديها حته قلم على وشها وهي بتقول لها دي حاجه بسيطه على اللي هتشوفيه لو ابني حصل له حاجه. تكون عاليه فعلا حرفيا مصدوم مش متوقعه ابدا رد فعلها ده بس عاليه تحس انها مش عايزه تعمل اي رد فعل دلوقتي وخايفه على جيهان وخايفه لا يحصل له حاجه وتكون هي السبب. وبيحاولوا يتصلوا بالدكتور بس ما بيكونوش عارفين يوصلوا لاي حل ان هو ممكن يجي في الوقت ده ويلحق ان هو ينقذه. وعاليه لما بتلاقي الوضع كده بتقول ما بدهاش بقى حضروا لي شنطه الاسعاف. فبيكون الكل مستغرب
بتستغرب وبيقول لها: "شنطة الإسعاف ليه؟ هو أنتِ دكتورة؟" قالت لهم: "أيوه أنا دكتورة، وحضّروا لي شنطة الإسعاف وأنا هاطلّع الرصاصة." وبتكون أمه طبعًا رافضة إن هي اللي تتدخّل أو هي اللي تكشف عليه، وبتقول لها: "إحنا إيش عرّفنا بيكِ، يمكن تموّتيه." فجيهان بيقول لهم: "سيبوها، هي اللي هتطلّع رصاصة وأنا واثق فيها." فبيضطروا إن هم يسمعوا كلامه وبيطلعوا، وأثناء ما هي بتطلّع له الرصاصة ويسألها: "وأنتِ دكتورة إيه؟" قالت له: "ما تقلقش أنا دكتورة أمراض نسا." فبيبُص لها وهو مستغرب ويقول لها: "يالّا يمكن بعد ما تطلّعي لي الرصاصة ديّة تكوني جراحة قد الدنيا والّا حاجة." فبتقول له: "أنا دكتورة أمراض نسا صحيح، لسه أول مرّة في حياتي يطلّع رصاصة لشخص، أنا عمري ما اتعاملت مع حاجة زي كده." بتقول لها: "خلاص، خلاص اتعلّمي فيّا وأمري لله." وبتطلّعها له وبتدّي له مسكن وبتعرّفه إن هو محتاج إن هو يستريّح، وطبعًا الكل بيكون موجود ومش طايقها على اللي عملته في جيهان، وبتكون رايحة عشان خاطر تطمن على ابنها، بس الحرباء أم جيهان بتقول لها: "ابنِك مش موجود في أوضته، أنا ودّيته أوضة ابني، خلاص من هنا ورايحة تكون دي أوضته، وأوضة أبوه تعتبر أوضته، عشان خلاص هابتدي أعوّده إن هو يعيش من غيري." فبتتنرفز عليها عالية وبتقول لها: "باقول لِك إيه، ابني ده حضانته معايا أنا، يعني أنا ممكن أطلع دلوقتي للشرطة وأعرّفهم على اللي أنتِ بتعمليه، والشرطة هتيجي وتسلّمه لي وهامشي من هنا غصبٍ عنّك." بس الولية تحس إنها قادرة ومفترية، فبتقول لها: "روحي وأنا كمان هابلّغ الشرطة إن أنتِ ضربتِ ابني جيهان بالرصاص، وإن هو دلوقتي ما بين الحياة والموت، وكاميرات موجودة ومصوّرة كل حاجة، فشوفي هتعملي إيه، هتسيبي ابنِك في أوضة ابني والّا هتاخديه؟" فعالية بتخاف وبتحس فعلًا إن الولية دي قادرة ومفترية وممكن تنفّذ كلامها، فبتضطر إن هي تسكت. اللي بتكون واقفة وشايفة الكلام ده كله بتكون بنتها، فبتروح لها وبتهدّيها وبتقول لها: "تعالي هادخّلِك أوضة ابنِك." وبتروح جنب ابنها وبتطبطب عليه، وعالية بتتكلم معاها وبتقول لها: "شكلِك غيرهم خالص." قالت لها: "واحدة، واحدة هتاخدي عليهم." قالت لها: "أنتِ حامل مش كده؟" قالت لها: "أيوه." قالت لها: "أُمّال فين جوزِك؟ أنا ما شُفتهوش." "إن أنا موجودة عشان زعلانة من جوزي شوية." وبيظهر إن نارة أخت جيهان هي منفصلة عن جوزها، بسبب يعني إن هو ضربها بالقلم وأهلها مش راضيين إن هم يرجعوها. "إزاي بتنا إن أنت تضربها؟" فواخدينها عندهم لحد ما يشوفوا الموضوع هيخلص. تاني يوم عالية بتحاول إنها تتصل بعزت، بس ما بتعرفش إن هي توصل له، فبتحس إن هم ممكن يكونوا عملوا فيه حاجة، فبتروح لقايا أخو جيهان وبتقول له إن فين عزت، هو كان معاكم امبارح، عملتوا فيه إيه؟ وأنا باحاول أتصل بيه ومش عارفة أوصل له. فبيوروها التليفون إن هو معاهم وبيقولوا لها إن إحنا كان لازم نعلمه علشان خاطر يتعلم بعد كده إن هو ما يعملش حاجات من ورانا ويخون ويدفع تمن خيانته. فبتقول لهم: "أنتم مالكم وماله؟ ويخونكم ليه؟ هو يعرفكم أصلًا؟ هو كان بيساعدني وبيقف جنبي أنا، عملتوا فيه إيه؟" فالحربوقة أم جيهان بتقول له: "خدوا ورّوه لها وورّيها إحنا بنعمل إيه في الخاينين." بتكون مستغربة وخايفة على عزت، فبتروح معاه، فبتلاقي عزت يا عيني موجود في مكان كله ألغام ومش عارف إن هو يتحرك، فبتزعق لهم وبتقول لهم: "أنتم لازم تنقذوه دلوقتي وطلعوه من المكان اللي هو فيه ده، أنا ما أعرفش أنتم إزاي وحوش كده، أنتم استحالة تكونوا بني آدمين." بيطلعوا لها عزت وبتكون على أعصابها مستغربة إيه العصابة اللي أنا موجودة في وسطهم دي، وبتطلب منهم إن هم يرجعوا، بس هم بيقولوا لها إن إحنا مش هينفع نرجع من غيرك، بس هي بتقول لهم: "ابني عندكم وأنا هاشوف عزت وأطمن عليه وأرجع لكم، وأكيد يعني مش هاسيب ابني وأهرب يعني." فبيحسوا إن كلامها مقنع شوية وبيسيبوها وبيمشوا، وبتاخده وبتوديه الفندق وبتحاول إن هي تهدّي فيه، وهو بيعرّفها إن أنا مش هينفع إن أنا أقعد في وسط الناس دي، الناس دي ممكن يخلصوا مني في أي وقت. فعالية بتحاول إن هي تهدّيه وبتعرّفه إن أنت الأمل الوحيد ليّا، وإن أنا ما أعرفش أي حد هنا، وإن أنت لازم تصبر شوية لحد ما أطلع من هنا أنا وابني ومعلش ولازم تقف جنبي. فبيضطر عزت إن هو يسكت شوية لحد ما يعرف آخرة اللي هم بيعملوه ده. والحربوقة اللي اسمها أم جيهان بتتصل بابنها وبتقول له: "عملت إيه مع عالية؟ وفين عالية دلوقتي؟" فبيعرفها إن هي وقفت مع عزت لإنه كان شكله بيترعش وتعبان، فحبت إن هي تعالجه بحكم إنها دكتورة وهترجع على طول، وقالت لي إن ابنها موجود وأكيد مش هتعرف تهرب. فبتقول له: "كتكنيلة سِبت مرات أخوك مع راجل غريب كتكنيلة." بتروح لجيهان وبتلعب في ودنه وبتقول له إزاي إن هي تكون مع راجل غريب في فندق، هي مش في كندا هنا، وإن إحنا هنا في بلدنا ولينا سُمعتنا، وما ينفعش إن هي تكون موجودة هناك مع راجل غريب. وجيهان بيقرر إن هو يروح يجيبها، اللي بتكون سامعة الحوار ده كله بتكون أخت جيهان، فبتتصل بجوزها وبتطلب منه إن هو يروح لعالية، وإن هي موجودة في الفندق وأنا خايفة إن يحصل معاها مشكلة، أرجوك روح لها وخلّي بالك منها، لا تحصل معاها مشكلة وتكون جنبها، خوفًا عليها يعني. في الأول ما بيكونش عايز يروح ومش حابب يعني لإنه متضايق من أهله، بس هي بتترجاه وبتقول له إن أنا محتاجة لك ولازم تقف جنبي، فبيضطر إن هو يروح لعالية، وبتكون عالية لسه نازلة من عند عزت، فبيوقفها وبيعرفها بنفسه وبياخد ويدي معاها وبيعزمها على حاجة تشرب، وعالية بتحس إنها تطمن له شوية، فبيقول لها إن أنا زيي زيك بالضبط وما باطيقش أي حد من العيلة دي، وإن أنا نفسي أهرب منهم ومش عارف بصراحة إيه اللي جابه. إن أنتِ عارفة إن بوران قاتل وليه أعداء كتير أوي. قالت له: "قتل؟ قتل إيه؟ بوران جوزي قاتل؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟" قال لها: "هو بوران ما حكالكيش حاجة؟" قالت له: "لأ ما حكاليش." "فهّمني بالضبط أنت تقصد إيه؟" فبيضطر يحكي لها إن بوران قبل ما يمشي قتل كبير عيلة كبيرة أوي هنا في المدينة، وقتله وهرب على في الوقت دوّة بييجي جيهان وما بترضاش ترد عليه وبتكون مصدومة أوي تجري وهي مصدومة ومش مصدقة الكلام اللي هي سمعته، وبتروح عند المدافن وبيكون وراها جيهان وبيحاول إن هو يدافع عن أخوه إن بوران ما كانش عايز يقتله ولا حاجة، بس هو قتل أبوه فعشان كده كان لازم ياخد طار وراح قتل الراجل اللي هو قتله. فبتبص له وهي مصدومة وشايفاهم إن هم سفاحين وما ينفعش إن هي تقعد معاهم، وبتتمنى كل اللي مرت بيه في الفترة الأخيرة يكون حلم وتفوق منه خلاص لأنها مش قادرة تستحمل كل اللي هي مرت بيه. الوقت دوّة بيتعب جيهان فبتضطر إن هي تاخده وتروّح.
والولية اللي اسمها أم جيهان ديّة بتعرف من بنتها إن هي اللي قالت لجوزها يروح لعالية، وكمان هو اللي حكى لعالية على كل حاجة، بس هي ما بتكونش زعلانة إن عالية عرفت، ما بيكونش هاممها أصلًا إن هي تعرف والّا ما تعرفش مش فارق معاها، هو كل اللي فارق معاها إنها بعد ما منعتها إن هي تكلم جوزها، راحت وكلمته من وراها ومسكتها وبهدلتها وقالت لها: "يا اللي ما عندِك كرامة، أنتِ إزاي تتكلمي معاه؟ هو مش ضربِك ومد إيده عليكِ؟ إزاي تروحي وتتكلمي معاه؟" قالت لها: "هو مش جوزي." قالت لها: "آه جوزِك بس إحنا هنطلّقِك منه، إحنا مش عايزينه خلاص، واوعِك تكوني فاكرة إن أنا مش عارفة أنتِ اتجوزتيه ليه، أنتِ اتجوزتيه عشان خاطر تعانديني، وأنا قُلت لِك ما تتجوزوش ولا عايزاه، بس عشان خاطر أنا رفضت جوازِك من شاهين قررتِ إن أنتِ تعانديني، اللي إحنا أصلًا مش عايزينه ومش طايقينه." بيكون شاهين اللي هي تقصده ده بيكون ابن عمها، وأنتم عارفين إن عمها عايز يكون كبير العيلة، فهي أصلًا مش طايقة العيلة دي ولا طايقة حتى إن هي تبُص في وشهم، فكانت كده رافضة الجوازة دي، فبتنفعل عليها وبتعرّفها إن أنتِ هتتحبسي في البيت وما أنتيش طالعة منه تاني، والشخص ده أنتِ مش هتشوفي وشه تاني، واللي بيكون سامع الكلام ده كله بيكون شاهين ابن عمها، وبيكون زعلان عليها ومش عارف يعمل لها حاجة، فنهارة بتطلع من أوضتها وهي زعلانة خالص من انفعال أمها عليها، وبتشوف شاهين وما بتحسش بنفسها غير لمّا تلاقي نفسها قعدت تعيط وحزينة على فراق شاهين وعلى كل اللي بيحصل لها وإن ما فيش حد فاهمها خالص، وبتفضل تعيط لحد ما بتفقد الوعي، وشاهين بيكون خايف عليها أوي يزعق وبينادي على أي حد إن هو يلحقها، وعالية بتجري على صوتهم وبتقف معاها. تاني يوم عزت بيتصل بعليا وعرفها إن هو هيقف معاها وهيهربها وإن أنا هاستناكي النهارده وحاولي إن أنتِ تهربي المرة دي من غير ما أي حد يشوفِك، وبتفرح عالية إن هي خلاص أخيرًا هتخلص من البيت بس مش عارفة إن هي هتهرب إزاي، بس بتقول له سيبها على الله وهاحاول أتصرف، وبتقفل معاه، واللي بتكون سامعة المكالمة هي نار، فعالية بتترجاها إن هي ما تحكيش لحد، هي بتوعدها إن هي مش هتحكي لحد بس أنا مش مقتنعة إن أنتِ تمشي وإن أنا عايزاكِ تفضلي معانا، فهي بتقول لها إن أنا مش هينفع أقعد في المكان ده، أنا خايفة على ابني وخايفة على نفسي ومش هينفع أقعد هنا، فنورا بتحس بيها لأن هي أصلًا كده عايزة تخلص من البيت ده، فبتعرفها إن هي هتساعدها ومش هتسيبها لوحدها، وجيهان بيكون قلقان من عالية وحاسس إنها ممكن تهرب أكيد هتاخد دينيز معاها، فبيعمل إيه بقى؟ بيروح لدينيز ابن أخوه وبيدّي له تليفون هدية وبيعرفه إن أنا جايب لك تليفون، فدينيز بيقول له إن ماما منعت التليفون ومش مخلياني أمسكه لأنها بتقول لي إن هو غلط على الأطفال، فبيقول له إن أنت هتاخد التليفون وتخبيه وما تقولش لحد، ولو حسيت نفسك إن أنت في خطر اتصل بيّا وقُل لي تعالَ لي يا عم جيهان وأنا هاجي لك على طول، وده سر ما بيننا وما تحكوش لحد، فدينيس بيعرّفه إن تمام أنا مش هاحكي لحد خالص، وتحس إن دينيس ابنها ابتدى يتعلق بجيهان وهيعوّضه حنان الأب، المهم ندخل بقى على المهم، بيكون في شحنة تهريب بيهربوها، فبيظهر إن في حد استهدف العربية وعرف إن هو يوقّعها والعربية اتقلبت، وبيجري الكل عشان خاطر يشوف الشحنة ويشوف إيه اللي حصل ويشوفوا الحادثة وكده، ويشوفوا لو حد يكون حصل له حاجة، فالبيت كله بيفضى، حتى الولية الحيزبونة دي بتروح معاه، نادرة بتستغل الموقف وبتروح لعالية وبتقول لها إن البيت كله فاضي ويعتبر إن ده أنسب وقت إن أنتِ ممكن تعرفي تهربي فيه، ويالّا بسرعة، وتدّيها مفتاح عربيتها وبتساعدها إن هي تهرب من غير ما أي حد يشوفها، بتشكرها عالية جدًا على وقوفها جنبها، وبتهرب عالية وبتروح لعزت في المكان اللي هو حدده لها، بس المشكلة إن أول ما بتوصل وبتنادي عليه تلاقي ديميت هو اللي مستنيها، وبتكون مستغربة معقولة عزت تتعاون مع ديميت وسلمني ليه؟ وبتكون متفاجئة منه أوي وبتقول له: "يا خاين يا غدار ما كنتش متخيلة أبدًا إن أنت ممكن تخونني." وهو بيمسك فيها وبيكون مستهدف الولد الصغير وعايز يمسكه وياخد طاره منه. ويحسّر عيلته عليه، إنه عارف إن الولد غالي عليهم، بس هي بتعرف تمسكه وبتخلّي الولد إن هو يركب العربية بسرعة وبتمسك فيه، بالعربي كده بتخربشه وبتضربه، المهم إن هي بتعرف توقّعه وبتجري على طول على العربية، وهو ما بيسيبهاش وبيفضل يجري وراها، الولد الصغير بيكلم مامته وبيقول لها: "هو الراجل اللي بيجري ورانا ده من ضمن الأشرار؟" فبتضطر تقول له: "آه يا حبيبي من ضمن الأشرار وإن شاء الله هنقدر عليه." بتجري وبتكون هي بتجري بالعربية قبل ما هو يحصّلها، بعدين بيطلّع التليفون اللي معاه وبيتصل بعمه جيهان، فبتقول له: "إيه اللي معاك ده؟" بيقول لها: "ده التليفون اللي عمو جيهان ادّاه لي وقال لي لمّا يقابلك حد من الأشرار اتصل بيّا على طول." فبيكون الموضوع جاي على كرامتها بس في نفس الوقت ما عندهاش حل تاني، فبتقول له: "اتصل يا حبيبي خلّيه ينقذنا من الأشرار." فبيتصل بعمو جيهان وبيعرّفه إن في حد بيجري ورانا وماما بتجري بالعربية هو عمّال يجري وراه، فجيهان طبعًا بيقلق عليه وبيعرّفه: "ما تخافش وأنا هاحصّلك على طول." وبيكون جيهان عامل تتبُّع للتليفون وبيركب العربية بسرعة عشان خاطر يحصّله، وفي الوقت ده بيكون ديميت وقّف عربية عالية وعرف إن هو يثبّتها، بس عالية بتفضل ماسكة فيه وبتقول لديميت: "اهرب بسرعة واوعك يمسكك." واستخبى، وديميت لمّا ما بيكونش عارف يحصّل دينيس فبيمسك فيها هي وبياخدها وبيركبها العربية، فبدل ما يخطف الولد بيخطفوه، وفي الوقت ده جيهان بيعرف يوصل لدينيس، ولمّا بيشوف العربية بتاعة أخته بيستنتج على طول إن هم قريبين من هنا، وبيشوف دينيس وهو مستخبي، فبياخده وبيطمنه، ودينيس بيقول له إن الشرير أخد ماما وخطفها، ورجّع لي ماما يا عمو جيهان، فجيهان وهو واقف بيشوف عربية ديميت، فجيهان بيكلم قاية أخوه بيقول له: "خلي بالك من دينيس وروّحوا على البيت، وأنا هاروح أجيب عليا." وبيركب جيهان العربية وبيجري ورا عربية ديميت، وبيعرف يحصّله. وديميت بيخش على البيت وبيرفع عليها المسدس وبيقول له ضرب عالية وبيقول له: "لو أنت عايزني إن أنا أدّيها لك سلّمني الولد، يا إما أنا هاخلّص عليها أو هاعتدي عليك." وبيهدده وبيخلّيه ينزّل المسدس، وبيضطر جيهان إن هو يسيب المسدس، وبيكون ديميت أصلًا في حاجة مزعلاه من جيهان غير طار كبير العيلة وكده، فبيجبر جيهان إن هو يفهّم عالية ليه أنا باعمل كده وليه التصرفات المجنونة دي أنا باعملها معاك، وإيه اللي وصّلني للحالة دي، وإيه اللي خلّاني أوصل معاك للدرجة دي وأكون عدوّك بالشكل ده. فبيضطر جيهان إن هو يحكي إن بعد ما بوران هرب أبو بوران بقى هو الكبير وحكم
حرام علينا إن إحنا نشتغل في التهريب لمدة 5 سنين لصالحهم، وعشان خاطر المشاكل والعداوة ما تكبرش أكتر من كده، فاضطريت إن أنا أتجوز واحدة من عيلتهم، وما كنتش أعرف إن هي حبيبة ديميد، وهي بعد سنة انتحرت. ساعتها ديميد أول ما بتيجي سيرتها بينهار وبيكون حزين جدًا عليها، فجيهان بيستغل الموقف بيسحب المسدس وبيكون عاوز يقتله، بس عالية بتترجاه إن هو ما يجيش جنبه، بس ديميد هو اللي بيترجاه وبيقول له: "أنت اللي لازم تقتلني وتخلصني من العذاب اللي أنا فيه ده، أنا خلاص تعبت." بس لما بيلاقي عالية بتضغط عليه إن هو ما يجيش جنبه، بيضطر إن هو يسيبه، بس ديميد بيقول له: "أنت غلطان إن أنت ما خلصتش عليَّ، لإني أنا باوعدك إن أنا مش هاسيبك." بس جيهان بيضطر يسيبه وبيرجع عالية وأول ما بتشوفها الحيزبونة بتنفعل عليها وبتعرفها إن أنتِ ما لكيش وجود هنا، يالّا امشي وارجعي بلدِك، أنتِ من ساعة ما جيتِ وأنتِ عمّالة بتحطينا في مشاكل وبتعرّضي حفيدي للخطر، فيالّا ما هي بتقول لها: "أنا مش هامشي من هنا غير وابني معايا." وجيهان بيحاول يلطّف الجو وبيعرّفها إن هي ما كانتش تقصد ومش هينفع إن هي تمشي، بس هي بتقول له: "دي عاداتنا ودي تقاليدنا وإن أنا مش عايزاه، وغير كده ما ينفعش إن واحدة ست أرملة تقعد في البيت وفي البيت شباب، يا إما ليّا عشان خاطر أخلّيها موجودة معانا." وبيكون إيه الشرط بقى؟ هاقول لكم المرّة الجاية، ولو أول مرّة تسمعني ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك مننا كل جديد. باي باي.